نبدي درسنا اليوم بعد ما خلصنا اللي 18 محافظة عراقية اللي بدينا بها من محافظة تبوك وأربيل سليمانية الموصل، ودرجت إلى ديالى بغداد الرمادي، من ثم الفرات الأوسط اللي هي عندنا الحلة وعندنا كربلاء والنجف، ومن ثم المحافظات الجنوبية اللي السماوة، واسط، الميسان، البيقار، إلى أن وصلنا إلى آخر المثنى لا ننساها، والديوانية، إلى أن وصلنا إلى آخر محافظة اللي هي محافظة البصرة اللي شرحناها البارحة، واللي هي آخر محافظة جنوبية في بلدنا العراق. اليوم راح ناخذ أهم الروابط اللي تربط المجتمع العراقي، هو الفصل الثاني. أكو بعض الحذوفات طبعاً عندنا بسبب السنين اللي فاتت، السنتين اللي فاتت كورونا. السنة إن شاء الله هي داخلة بالامتحان الوزارة الاجتماعيات، لازم تراجعوها من البداية للأخير، وراح يكون لكم امتحان تمهيدي. اليوم قلنا عندنا مكونات المجتمع العراقي. خلينا نشوف شو يقصد بمفهوم المجتمع العراقي. تفضل ماما. شنو المكونات الموجودة؟ شو يقصد بالمكونات؟ وشنو الروابط اللي تربط المجتمع العراقي؟ عندنا عدة روابط تربطنا كأخوة كعرب موجودين في هذا البلد العزيز. راح نبدي بأولا عندنا مفهوم المجتمع العراقي. يلا ريتاج. اجتماعية وتاريخية أصيلة. نعم عيدي إياها. هو مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض العراق وتربطهم روابط تاريخية واجتماعية وهي أصيلة. نعم يلا يا رقية. هم مجموعة من الأفراد يعيشون على وطن العراق تربطهم روابط تاريخية واجتماعية أصيلة. نعم يلا. وهي الأفراد يعيشون عليها يعيشون على أرض العراق. أرض العراق والتي تربطهم روابط تاريخية واجتماعية أصيلة. مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض العراق وتربطهم روابط تاريخية واجتماعية أصيلة. عرفنا إنه تعريف المجتمع العراقي، إحنا ومنو المجتمع العراقي؟ أنا وإنت وأهلك وجيرانك وأقاربك، عرفتي؟ واللي موجودين بالبصرة، موجودين بالعمارة، موجودين في بغداد، موجودين في الشمال، موجودين في أقصى شمال العراق لأقصى جنوبه. هم ذول المكونات، أو هؤلاء هم اللي يمثلون المجتمع العراقي. مجموعة أفراد يعيشون على أرض تربطهم عدة روابط تاريخية، روابط دم، روابط اجتماعية، روابط حضارة، وعندنا أهداف مشتركة، هي هاي كليتها دمنا ودم واحد، عرقنا عرق واحد، كليتنا إحنا إخوان في مجتمع عراقي موحد، سواء كانت لهجتنا واحدة أو مختلفة. إحنا المهم أصلنا أصل عراق، جنسيتنا جنسية عراقية، حضارتنا حضارة عراقية، بلاد وادي الرافدين، الحضارة اللي أخذناها السومرية، أكادية، بابلية، أشورية وأكادية، هي هاي اللي يقصد بها مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض واحدة اللي هي أرض العراق وتربطهم عدة. إحنا هنا ممثل لنا إياهن الروابط اللي موجودة، راح نعدد. والمشترك والأهداف المشتركة والحضارة والمصالح المشتركة. يلا بنين، شنو هي الروابط؟ الوطن، الأرض، الأهداف المشتركة. يلا ماما. الوطن والأرض والأهداف المشتركة. نعم بعد يلا. الوطن والأرض والأهداف المشتركة والحضارات والتقاليد. نعم الحضارة والتقاليد. ممتاز.